الأنظار ومعها الإعلام بيتجه إلى المغرب التي أراها ستفاجئ العالم للمرة الثانية من خلال حدث رياضي بارز ومهم. ليلى عبد اللطيف التي أصبح العالم يتابع توقعاتها، كما أن بعض القنوات الأجنبية قامت بترجمة توقعاتها. إليكم أبرز توقعاتها عن المغرب. قالت ليلى عبد اللطيف في توقعات جديدة حصرية عن المملكة المغربية، توقعات جكيلة وأخرى حزينة. قالت ليلى عبد اللطيف أن المغرب سيحقق إنجازا رياضي تاريخي آخر، وبما أنها قالت إنجاز رياضي تاريخي آخر فإنها تقصد بذلك المنتخب المغربي لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في كأس إفريقيا، كما أنها قالت أن المغرب سيكتشف ثروة نفطية وغازية وسيصبح من الدول الكبرى المصدرة للغاز، مما سيعود عليه بالربح المادي الوفير، ما يجعل الشعب المغربي يعيش الرفاهية. مؤكدة أيضا أن محمد السادس سيقوم بإصلاحات داخلية مهمة، وأبرزها عزل بعض المسؤولين ومسؤوليين برلمانيين ووزراء آخرين سيكون مصيرهم خلف قضبان السجن باتهام الفساد والرشوة وسرقة المال العام. كما أنها قالت في توقعاتها أن المملكة المغربية ستعرف كوارث طبيعية كالزلازل وخصوصا الفيضانات نهاية هاته السنة. نتمنى خير والشعب المغربي قاطبة. وقالت أيضا أن المملكة المغربية ستعرف عودة مهاجريها بالديار الأوروبية والأمريكية لما ستتوفر عليه المملكة المغربية من فرص العمل والعيش الكريم لكل الشعب المغربي. وأضافت في توقعات أخرى ضمن توقعاتها للدول العربية أن المغرب والجزائر في تصعيد جديد سيكون الأكثر حدة، ما سيجعل المغرب التحرك عسكريا لصد كل الحقد والحسد الجزائري الذي سيطال المملكة المغربية من طرف العسكر الجزائري الذي سيسخر هو الآخر كل إمكانياته للحد من تطور المغرب، خصوصا بعد اكتشافه للثروة النفطية التي ستجعل العسكر الجزائري في حيرة وخوف كبير من أن يستولي المغرب على السوق النفطية والغازية. ولأن الجزائر قوتها تكمن في النفط والغاز، فإن المغرب باكتشافه للثروات الطبيعية سيزيح الجزائر من السوق النفطية، ما سيجعل الجزائر تتراجع إلى الحضيض بسنوات شاسعة، ما سيجعل الفقر يزيد وكذلك البطالة وقلة المواد الغذائية والخضروات التي نراها شبه منعدمة في بلادهم.